في عام 1976 في مدينة نيس الفرنسية، أغلب الأغنياء كانوا يضعون ممتلكاتهم في أفخم البنوك، وأكثرهم سمعة طيبة في ذلك الوقت إنه بنك جنرال سوسيتي. كان أكثر البنوك تحصينا، فباب الخزنة وزنه 20 طنا، وهو محاط من كافة الجوانب بطبقة سميكة من الإسمنت المسلح، وهي تحوي ملايين الفرنكات الفرنسية وأكثر من 4000 صندوق أمانات. في هذا اليوم المشؤوم للبنك، أتى موظف البنك المسؤول ليفتح الخزنة، إلا أن الباب لم يفتح. حرك مفتاحه يمينا وشمالا لكن دون جدوى. استدعي على الفور خبير أقفال. كان المفتاح يتحرك ويحرك مسننات الباب، لكن الباب لا يفتح، ولا يوجد أيضا ما يدل على أن الباب مخلوع أو مكسور. استمرت المحاولات إلى منتصف النهار ولكن دون جدوى، ثم قرر مدير البنك أن يستعين بعامل حفر عادي، فقام بحفر حفرة صغيرة إلى أن وصلوا إلى نقطة يستطيعون الوصول فيها إلى رؤية ماذا يوجد بالخزنة. فكانت المفاجأة أن الخزنة شبه فارغة من النقود، وهناك الكثير من الأوراق المبعثرة تغطي الأرض، والكثير من المعدات على ما يبدو أن أحدهم تركها خلفه. بدأت التحقيقات للوصول إلى الفاعلين بأسرع وقت ممكن. عند البدء بالبحث، اكتشفت الشرطة كيف دخل اللصوص إلى الخزنة، إذ تم فتح فتحة في جدار الخزينة يؤدي إلى نفق طوله أكثر من 20 مترا، ثم يؤدي إلى شبكة المجاري في المدينة. ووجدت الشرطة الكثير من المعدات التي تركها الفاعلين خلفهم داخل الخزنة، ووجدوا أيضا معدات للحفر في داخل النفق وفي المجاري، ووجدوا أيضا أسطوانات غاز يبدو أنها استخدمت للإنارة. عند جردة ما تم سرقته كانت المفاجأة، وقد سرق هؤلاء الفاعلين حوالي 10 ملايين دولار بين نقود وجواهر، ولم يستطيع المحققون أن يجدوا بصمة واحدة تدل على الفاعلين. وقد عرضت الشرطة مبلغ $250,000 لمن يستطيع أن يدلي بمعلومات تدل على الفاعلين. من بين الأدلة التي تركها اللصوص خلفهم كان هناك إزميل لونه أحمر. عندما رآه أحد الضباط ربطه مع واقعة في إحدى التقارير تدل على تفتيش سيارة رجل يدعى دانييل ميكولوتشي. وجد معه إزميل أحمر بنفس المواصفات. كان هذا هو الخيط الأول الذي سيلحقه رجال الشرطة. ثم بدأت الشرطة بمراقبة تحركات ميكولوتشي عسى أن يتوصلوا لشيء. ثم جاءت معلومة للشرطة تقول أن ميكولوتشي كان مجتمعا بعدة رجال في منزل بقرية صغيرة قبل أسبوعين من عملية سرقة البنك. قررت الشرطة مداهمة منزل ميكولوتشي، فوجدته مجتمعا مع مجموعة من الناس قالوا أنهم سينظمون حفلة في المنزل ومعهم رخصة بذلك. بعد تفتيش المنزل وجدت الشرطة ضوء بطارية ضد الماء، وكان ملطخ بالطين. إنه الطين الذي في المجاري قرب البنك كان نفس الطين. ألقت الشرطة القبض على جميع الحاضرين على أمل الوصول للحقيقة. من التحريات مع المقبوض عليهم تم الإشارة بصورة قوية إلى أن صاحب فكرة السرقة الأساسي والعقل المدبر هو رجل اسمه ألبرت سباجياري.
لم يكن أحد يصدق أن ألبرت سباجياري يمكن أن يكون هو العقل المدبر لهذه السرقة، فقد كان مصورا فوتوغرافيا خلوقا ومحبوبا من الجميع، ولم يكن له سجل إجرامي أبدا. لم تفلح مع ألبرت أي محاولة لإقناعه بالاعتراف بجريمته، وبقي مصرا على أنه بريء من هذه التهمة. ولكن بينما هو محتجز، قامت الشرطة بتفتيش منزله، ووجدت فيه أسلحة غير مرخصة ومتفجرات. عند مواجهته بذلك اضطر أخيرا للاعتراف بالجريمة. قال إن الفكرة خطرت بباله عندما تحدث جاره أمامه بأن المصرف المشهور جنرال سوسيتي ليس به جهاز إنذار. فذهب سباجياري للتأكد، ذهب إلى البنك واستأجر صندوق للأمانات، واستطاع أن يدخل معه كاميرا، فقام بتصوير الخزينة من الداخل. وعرف بعد ذلك أنه يحتاج لعدة ساعات لكي يفتح كل الصناديق في الخزنة، وأن عليه أن يجد الوقت والرجال لفعل ذلك، والأهم هو الوسيلة للدخول إلى هذه الخزنة المحصنة. لحسن حظه أن مدينة نيس التي يقع فيها البنك لديها شبكة مجاري واسعة جدا، ثم استطاع أن يعثر على فرع المجرى المؤدي إلى البنك، وذلك عن طريق خريطة أخذها من البلدية بحجة أنه مستثمر يريد أن يفتح مشروعا عقاريا. وحصل على المعدات والرجال من مدينة أخرى. وتبين لاحقا أن من بين اللصوص كان هناك مهندسين وكهربائيين بارعين في عملهم. ورغم أن المهمة كانت صعبة على اللصوص، إلا أنهم أتموا عملهم بعد حوالي 9 أسابيع من الحفر المتواصل. عندما دخلوا إلى الخزنة قاموا بلحم الباب من الداخل حتى يستطيعوا الهرب، في حال حاول أصحاب المصرف فتح الخزانة من الخارج. ثم بدأوا بخلع علب الأمانات واحدة تلو الأخرى، وعثروا على أموال كثيرة وسبائك ذهبية وفضية وقلائد وخواتم مختلفة. وقبل 4 ساعات من يوم الاثنين أول الأيام بعد العطلة الأسبوعية كان اللصوص الأذكياء قد اختفوا جميعا من البنك بعد أن أتموا مهمتهم وقاموا بسرقتهم. أثناء التحقيق كان سباجياري العقل المدبر قد أخذ وعدا من القضاة بعدم سجنه أكثر من 2 عام إن هو تعاون معهم في التحقيق، لكنه بينه وبين نفسه لم يكن ينوي أن يبقى يوما واحد داخل السجن. لذلك وفي يوم من أيام الاستجواب كان واقفا أمام القاضي يشرح له كيف استخدم الأنفاق للدخول إلى خزنة البنك. اقترب من النافذة وهو يتحدث مع القاضي، ثم بسرعة البرق قفز إلى الأسفل فسقط فوق سيارة كانت واقفة، ثم جاءت دراجة نارية وأخذته إلى جهة مجهولة خلال ثواني. بعد فترة استعادت السلطات تقريبا كل الأموال من جميع المشاركين في السرقة، لكنهم لم يستعيدوا حصة سباجياري أبدا أو العثور عليه. قيل بعد ذلك أن سباجياري عاش حرا بقية حياته في دولة الأرجنتين، وقيل أيضا أنه توفي بسبب مرض السرطان، وقيل أيضا أنه استطاع أن يعود إلى فرنسا وزار والدته بعد أن غير ملامح وجهه بالكامل. إلى اللقاء. أرجو الاشتراك في القناة أعزائي وتفعيل زر الجرس. أنا أعتمد عليكم. إلى اللقاء مرة أخرى.